الحديث هو عودة الدوري، ونادي الزمالك بيتبنى بكرة قعدة الأندية في ضيافة الزمالك للتمسك بالدوري. الأستاذ ممدوح عباس بكرة عامل قعدة مع أندية الدوري الممتاز ليشوفوا حل. هنعمل إيه في الدوري؟ هنعمل إيه في التسويق؟ هل هيرجع الدوري؟ هل الأندية دي هتعمل رابطة تتكلم مع رئيس الجمهورية تتجه يبقى ليها توجهات؟ خطوات كتيرة النهاردة الحقيقة بتتعمل، بس محدش عارف. حتى البث النهاردة اللي بيتسوق نص مليار النهارده او اقل بشويه، واقف عقد لمده 3 سنين، واقف النهارده مش عارفين الناس عايزه تشتري، مش عارفه تشتري ولا لا، مش عارفه في دوري ولا لا. وضع الحقيقه اصبح صعب جدا. بيان برضو للداخليه حول الدوري خلال ساعات. الداخليه المفروض ان هي توقعات للملاعب اليوم، او عندنا برضو مصادرنا ان الداخليه المفروض خلال ساعات هتعلن قرارها او هتعلن بيان هتصدر فيه بدء الدوري. مش عارفين والله، بس احنا متوقعين الدوري ان شاء الله باذن الله يبدا بعد العيد، او يعني خلال ايام من بعد العيد. يعني كل الدعاء ان شاء الله باذن الله ان يكون المسؤولين وصلوا لحوار مع الالتراس ان احنا نبدا الدوري. ان الناس المتوقفه، في ناس يا جماعه في يعني زي ما بيقولوا كده في المظاليم تعبانه ظروفها، يعني خلاص الناس صوتت. حتى الانديه دلوقتي اللي بتعمل استعدادات او بتحضر فرقتها قاعده بتصرف فلوس ومش عارفه هي هترجع الفلوس ولا مش هترجع الفلوس. طب توقف، طب تزود، طب تدي الناس مرتبات، طب في دوري، طب ما فيش دوري. لعيبه الكوره النهارده ما بتقبضش. الوضع النهارده بقى صعب. يعني واضح ان هو الموضوع خلاص بقى على اخره، ولازم يبقى فيه حلول. حتى لو هيتاجل شويه يبقى فيه حلول بالميعاد، يعني يتقال الميعاد كذا، الناس تبقى عارفه هتعمل ايه. لازم النهارده الداخليه تطلع تتكلم، تقول للناس، توضح، تشوف، تقول ايه الموضوع. وزير الرياضه النهارده يطلع يتكلم لعمرو فاروق يقول النهارده النهارده التحضير كذا، الموضوع كذا. لكن خلاص الدوري كان يوم 17 اتاجل، ما لا حياه بقى لمن تنادي، ما فيش حد بيتكلم، ده طبعا ما ينفعش. فاحنا يعني في انتظار، او يعني مصر كلها في انتظار بيان وزير الداخليه او حديث وزير الداخليه. هنعمل ايه في الدوري؟ هنعمل ايه في النشاط؟ هيرجع مش هيرجع؟ يعني املنا ان شاء الله باذن الله خير.